عارف ايه اكتر حاجه بتضيع مننا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا؟ لا مش مفاتيح الشقه ولا شاحن الموبايل اللي بيختفي في ظروف غامضه. اللي بيضيع بجد هو البركه. الكلمه اللي جدك كان بيقولها لك وانت كنت مفكرها تعويذه قديمه، طلعت في الحقيقه هي المعادله الصعبه اللي العلم بيحاول يحلها دلوقتي عشان ينقذنا من الجنان. بص يا سيدي، زمان كان عمك ابراهيم بينزل يقعد على القهوه ويطلب حجر قص ويشربه في ساعتين، وانت بتشوف 60 فيديو في الدقيقه الواحده على التيك توك. عارف ده معناه ايه في كيمياء مخك؟ معناه انك بتضرب الدوبامين الرخيص. مخك عامل زي المدمن اللي محتاج جرعات اعلى واسرع عشان يحس بسنه رضا. البركه علميا هي القدره على الاستمتاع بالمدخلات القليله، لكن احنا دلوقتي في حاله تخمه الاشعارات. اليوم ما بيخلصش عشان المهام كتير، اليوم بيخلص عشان مخك فصل شحن من كتر كميه المشتتات. البركه هي تركيز، والتركيز دلوقتي بقى اغلى من البيتكوين. في عالم اسمه ديفيد ايجلمان اتكلم عن حاجه اسمها الزمن النفسي. ما سالتش نفسك وانت صغير كان ليه الصيف بيقعد اكنه قرن، ودلوقتي السنه بتعدي كانها اسبوع؟ عشان البركه هي كثافه الذكريات. زمان كان اليوم فيه حاجه جديده بتتعلمها، خناقه في الشارع، اكتشاف الشارع الجانبي. مخك كان بيسجل تفاصيل كتيره فتحس ان الوقت بيعدي كانه مباراه. دلوقتي ايامنا كلها بقت كوبي بيست، مخك بيعمل سكيب لليوم كله لانه مفيش جديد، فتحس ان العمر بيتسرق منك والوقت ما عادش فيه بركه لانه ببساطه فاضي. تعالى اوديك في حته تانية خالص. في الفيزياء في قانون اسمه الانتروبي او القانون الثاني الديناميكي الحراري، وده بيقول ان اي نظام في الكون انه بيميل للفوضى لو ما دخلتش فيه طاقه. حياتنا زمان كانت منظمه، ببساطه كانت طاقتنا رايحه في الانتاج والاستمتاع. دلوقتي احنا عايشين في فوضى رقميه، كل اشعار بيعمل انتروبي في عقلك، بيسحب الطاقه عشان ترجع تركز تاني. البركه هي الطاقه المهدوره اللي بتضيع منك وانت بتحاول بس تلملم شتات نفسك في وسط دوشه ملهاش لازمه. احنا مش محتاجين وقت اكتر، احنا محتاجين فوضى اقل. طيب ليه البركة زمان كانت مرتبطة بالملل؟ ليه طبق الفول كان وسط العيلة كان بيشبع 10؟ العلم بيقول الاكسيتوسين هرمون الروابط العصبية. لما بتقعد مع ناس بتحبهم وجها لوجه مش شات، جسمنا بيفرز الاكسيتوسين. الهرمون ده بيقلل التوتر وبيحسسك بالامتلاء. زمان البركة كانت معدية لاننا كنا بننقل الهدوء لبعض، دلوقتي بقينا جزر منعزلة، كل واحد فينا شاشته هي علمه. فقدنا المغناطيس اللي كان بيجمع البركة في المكان ويخلي القليل يكفي ويوزع. بس خليني اقول لك الصدمة، احنا بنلوم التكنولوجيا والفيزياء، بس في الحقيقه في جزء نفسي جوانا هو اللي طفش البركه. احنا بقينا بنخاف من الفراغ، بنخاف نقعد 5 دقايق من غير تليفون لاننا بنخاف نواجه الافكار المركونه. البركه بتيجي من السكينه، والسكينه محتاجه شجاعه لمواجهه النفس. احنا بقينا بنملى يومنا بدوشه كذابه عشان نهرب بيها من سؤال واحد مرعب: هو واحد بجد راضي على اللي هو بيعمله؟ هل انا فعلا موجود ولا مجرد رد فعل لاشعارات الموبايل؟ ليه بقينا بنهرب من نفسنا لدرجه ان احنا ضحينا بالبركه والوقت والراحه؟ هل الزحمه دي هي الدرع اللي بنحمي بيه نفسنا من مواجهه الحقيقه؟ دي حكايه تانية خالص ومحتاجه مجهر عشان ننزل فيها بعمق لحته تانية خالص، في حته تانية من عقلنا. الانسان بطبعه لما بيقعد في هدوء تام عقله بيبدا يطرح اسئله تقيله: انا بعمل ايه في حياتي؟ هل انا سعيد؟ ايه قيمه اللي انا بجري وراه كل يوم؟ زحمه السوشيال ميديا والشغل الزياده وخروجات ملهاش لازمه بتعمل ضوضاء بيضه بتغطي على صوت الاسئله دي. احنا بنستخدم الزحمه كبنج موضوعي عشان ما نحسش بوجع الاسئله دي. في دراسه شهيره في جامعه فرنجينا سابوا الناس في اوضه فاضيه لمده 15 دقيقه بس من غير موبايلات ولا تشتيت. النتيجه كانت صدمه: 67% من الرجاله و25% من الستات اختاروا ان هم يكهربوا نفسهم بالكهرباء لمجرد ان هم يهربوا من القعده والتفكير مع عقلهم. ده معناه ان عقلنا بيشوف الحقيقه او مواجهه النفس شيء مؤلم اكتر من الصعقه الكهربيه، فبيختار الزحمه كدرع حمايه. لما بنكون في الزحمه بنكون في حاله استثاره مستمره. الحاله ديت بتخلي الجهاز العصبي شغال في وضع النجاه، فما بيكونش عنده الرفاهيه انه يعالج المشاعر القديمه زي الحزن المدفون، صدمه ما حكيناش عنها، او فشل خايفين منه. الزحمه هي المخدر اللي بيخلينا ناجل المواجهه ليوم القيامه. خلاصه الاجابه: الزحمه مش بس درع، دي آلة دفاع نفسيه. احنا بنخاف من ايام البركه والهدوء لان البركه هتديك وقت للتفكير، والتفكير هيخليك تشوف الحقيقه، والحقيقه احيانا بتكون محتاجه تغيير جذري احنا لسه مش مستعدين له. في حفظ الله.